الهدف الثالث اللي سجل التعادل مر عدى، سقط داخل منطقة الجزاء. حكم المباراة ما يحتسب شيء، حكم المباراة ما يحتسب شيء في اللقطة الماضية. وسط مطالبة من جانب الجماهير ومن جانب الجهاز الفني والإداري لفريق الباطن. سيجن جنونهم في هذه اللحظات، سيجن جنونهم. وسط مطالبة الآن الطائي، الضربة القاضية أمير. الله، من بدأ نجومية المباراة هو من ينهيها، أمير سعيود بسيناريو خيالي في مباراة خيالية، في مباراة دراماتيكية، بهدف مارادوني. يا أمير سعيود، لكن الجماهير تريد من حكم المباراة أن يعود إلى الفار. سيعود إلى الفار في هذه الأحداث. حكم المباراة الدولي يعود إلى الفار. هل يحتسب ركلة جزاء للباطن ويلغي هدف أمير سعيود؟ يا لها من مباراة، يا له من سيناريو، يا لها من أحداث في لحظات ترقب حبست فيها الأنفاس، حتى أننا نكاد نسمع للصمت صراخ وضجيج. كلهم راح يشوفون معك الفار يا هويش، يا الله، ماذا يحدث في هذه المباراة؟ محمد الهويش في قرار راح يغير مجرى المباراة، وربما يغير مجرى فريق الباطن في دوري المحترفين، بعدما سقط أندريس روا الذي سجل الهدف الثالث. سقط الكولومبي في مباراة لا يريد أن يسقط فيها فريق الباطن، في مباراة يقاتل معها فريق الباطن، في لقاء يقاتل معه فريق الباطن في مباراة هذا المساء. الآن نشاهد ونتابع، نترك القرار إلى سيد القرار، حكم المباراة الدولي محمد الهويش، بعدما عاد إلى الفار. جنون هذه المباراة التي ستبقى محفوظة في التاريخ. لن يغادر التاريخ هذه المباراة. إن بقي نادي الباطن في دوري المحترفين فسيكون من هذه المباراة هي الانطلاق